هل يصعب الحصول على الجنسية الأمريكية في 2026؟ خليني أبدأها بصراحة، قانون الجنسية نفسه ما اتقلبش فجأة، لكن اللي اتغير هو الطريق، بقى فيه تدقيق أكتر، في اختبار السيفيك تيست جديد لكل اللي هيقدمه في 2026، وكمان في قرارات أحدث أثرت على سرعة ومعاملة بعض الملفات. الفيديو ده هيمشي معاك خطوة بخطوة علشان خاطر في الآخر تبقى عارف 3 حاجات بوضوح. الحاجة الأولى، هل أنت جاهز تقدم على الجنسية الأمريكية ولا لأ؟ الحاجة التانية، إيه اللي فعلا بقى أصعب في 2026؟ والحاجة التالتة، إزاي تخلي الموضوع ده يمشي بسلاسة وتقلل نسبة المخاطر والتأخير في الملف بتاعك. تنبيه سريع بس قبل ما نبدأ الكلام كله في الفيديو ده وفي كل فيديوهاتي معلومات عامة وتعليمية، وهي مش بديل عن استشارة قانونية لحالتك الخاصة. فبدون مقدمات كتير خلينا نخش في صلب الفيديو على طول. ناس كتير بتقول الجنسية الأمريكية بقت أصعب في الوقت الحالي الحصول عليها، وهي تقصد واحد من الأربع معاني دي: يا إما المواعيد اتأخرت وبقوا يستنوا السنين أكتر، يا إما الأسئلة في المقابلة بقت دقيقة أكتر، يا إما الخوف من السفر الكتير وتأثيره على الإقامة هنا في أمريكا، أو القلق من أي غلطة قديمة، ضرائب مثلا، مخالفات، قضايا، أو حتى معلومات اتقالت زمان في أي ورق رسمي. فبدل ما نقول كلمة صعبة بشكل عام، خلينا نترجمها لمعنى عملي. هي صعبة على مين ومش صعبة على مين؟ أولا، مش صعبة على اللي إقامته مستقرة وسفره محسوب وضرايبه مظبوطة ومفيش تضارب في المعلومات اللي هو قدمها في السنين اللي فاتت كلها على ما يقدم على الجنسية الأمريكية. وممكن تبقى صعبة على اللي داخل وخارج كتير وعنده مشاكل في الضرايب أو مشاكل في نفقة أو سوابق، أو بيقدم وهو مش جاهز للاختبار الجديد بتاع الجنسية الأمريكية. طيب إيه هي الأساسيات اللي ما ينفعش إن أنت تتفاجئ بيها؟ خلينا نثبت الأرض الأول، لأن في 2026 الأساس ده هو اللي بيتبني عليه كل حاجة. أشهر طريق للجنسية الأمريكية اللي هو الابلكيشن بتاع ال N400 ده لكل حاملي جرين كارد. فالأفكار الرئيسية اللي بيتبني عليها الملف بتاع الجنسية الأمريكية إن أنت لازم يكون معاك جرين كارد الأول، ولازم تكون أكتر من 18 سنة، ولازم تكون محقق شرط اسمه شرط الإقامة المستمرة اللي هو ال Continuous Residence، ولازم كمان تكون محقق شرط التواجد الفعلي داخل أمريكا اللي هو ال Physical Presence، ولازم كمان سلوكك هنا في أمريكا يكون Good Moral Character، يعني عندك سلوك كويس، ولازم كمان تكون بتعرف تتكلم شوية إنجليزي وتعرف الأسئلة طبعا بتاعة السيفيك تيست. ده كله مع الاستثناءات المعروف. خليني أحاول أديك مثال سريع جدا. في ناس ساكنة هنا في أمريكا بقالها سنين طويلة، بس كل شوية تسافر 5 شهور وتقعد أسبوعين وترجع وتفتكر إن ده كفاية. هنا بقى المشكلة مش في السنين اللي على الورق، المشكلة هنا في نمط الحياة بتاع هذا الشخص اللي هو بيبان في سجل السفر بتاعه. أول مفصل في 2026 إن التدقيق في التفاصيل دي بقت أعلى على ناس كتير قوي. رقم 3، أهم تغيير هتحسه في 2026 وهو اختبار اللي هو السيفيك تيست الجديد. دي النقطة اللي عملت صدمة عند ناس كتير قوي لسه هتقدم على الجنسية الأمريكية في 2026. لو أنت هتقدم على الجنسية الأمريكية في 2026 غالبا أنت داخل على نسخة جديدة من الاختبار بتاع السيفيك تيست اللي اتفعلت وتم تطبيقها بالفعل في آخر 2025. الفرق الجوهري هنا اللي لو أنت أول مرة بتسمع الفيديو ده تفهمه أو تعرفه، هو إن بدل ما الأسئلة كانت 10 وبتنجح في 6، الاختبار كبر والأسئلة بقت 20 سؤال ولازم تنجح في 12 أو لازم تجاوب على 12 سؤال صح. وبرضه بنك الأسئلة نفسه اللي الشخص بيذاكر منه اتوسع، وده معناه إن التحضير لازم يبقى أذكى وياخد شوية وقت أطول، مش مجرد حفظ سريع وخلاص. طب هل ده معناه إنك هتسقط؟ طبعا مش بالضرورة، بس معناه إن طريقة المذاكرة القديمة بتاعت هحفظ كام سؤال وخلاص بقت مخاطرة كبيرة قوي في الوقت الحالي. خلينا أديك خطة مذاكرة واقعية سريعة تنفع في 2026. هقول لك على طريقة بسيطة تنفع حتى لو الإنجليزي بتاعك متوسط. الأسبوع الأول قسم بنك الأسئلة بتاع اختبار الجنسية ده لمجموعات صغيرة، كل يوم 20 ل 25 سؤال تقدر إن أنت تذاكرهم بسهولة، وحاول إن أنت تسمع الإجابات بصوت عالي وتكرر الإجابات بصوت مسموع عشان هو ده اللي أنت هتمتحن فيه في الجنسية. الأسبوع الثاني اعمل اختبار يومي كده لنفسك، 20 سؤال عشوائي بشكل عشوائي، وتركز في هذا الأسبوع على الأسئلة اللي أنت بتتلخبط فيه الإجابة بتاعتها. والأسبوع الثالث ابدأ بتدريب على المقابلة كاملة، أسئلة شخصية من اللي أنت حاططها كلها من المعلومات بتاعتك اللي هي في ال N400، زائد أسئلة من اختبار اللي هو السيفيك تيست، زائد القراءة والكتابة. في الأسبوع الرابع ده اعمل محاكاة كاملة لليوم بتاع المقابلة، وبتحط لنفسك قاعدة: لو أنت غلطت في أكتر من 8 أسئلة من ال 20 سؤال يبقى أنت لسه محتاج مذاكرة تاني، لأنك لو غلطت في 9 في الامتحان أنت كده يعتبر سقطت في امتحان الجنسية. ولازم طبعا تاخد بالك إن في استثناءات للسن والمدة الإقامة دي بتسهل جزء. النقطة الرابعة، 2026 ما بقتش بس إن الاختبار اتغير، بقى في كمان تكلفة لازم تتحسب. الفلوس بقت جزء من الصعوبة عند الناس في الوقت الحالي، لأن الرسوم اتحركت في السنوات الأخيرة، وفي فرق بين التقديم الأونلاين والتقديم الورقي، وفي كمان حاجة اسمها reduced
في أو في waiver لبعض الحالات اللي هي مش عندها القدرة المادية إنها تدفع الرسوم بتاعة الapplication ده. فالمهم هنا مش رقم الرسوم نفسه، المهم إنك ما تتفاجئش وقت التقديم، وتعرف هل أنت مؤهل للإعفاء ده أو للتخفيض ده والّا لأ، وتحط ميزانية للملف بتاعك من بدري أوي بدل ما تقف في نُص الطريق بتاع التقديم. وده بيخلّي إن ناس كتير تقول إن الموضوع بقى أصعب، هي تقصد إن الموضوع بقى مكلف، تكلفة مش محسوبة. خامس نقطة بس ناس كتير أوي بتستهين بيها هي السلوك بتاع هذا الشخص هنا في أمريكا وأوراق الضرايب بتاعته. في 2026 موضوع الgood moral character مش جديد من حيث المبدأ، بس اللي بقى واضح هو التركيز على الصورة الكاملة. يعني إيه الصورة الكاملة؟ يعني ضابط الهجرة أو الimmigration officer مش بيدوّر على جريمة كبيرة أنت تكون عملتها وخلاص، بس ممكن يسأل ويستفسر عن حاجات صغيرة زي مثلًا الضرايب بتاعتك متأخرة ليه؟ لو في مشاكل أسرية وفي نفقة أطفال مثلًا والتزامات عائلية اتدفعت والّا لأ، أو أي عدم صدق في ورق قديم، هل حصل لك arrest أو اتقبض عليك حتى لو يعني القضايا دي اتقفلت والّا لأ، أو حتى لو ما كانش فيها أحكام والّا لأ، هل في مخالفات متكررة بتبين إن في إهمال أو استهتار والّا لأ. وهنا لازم تبقى فاهم وفي نفس الوقت لازم تبقى ذكي، مش كل حاجة معناها رفض، بس كل حاجة معناها تجهيز. القاعدة الذهبية في التقديم على الجنسية الأمريكية هو الصدق، الصدق أهم من الكمال. يعني لو عندك حاجة لازم تتقال لازم تقولها، لازم تقولها صح، ولازم تقدم مستندات عليها كمان. إنما محاولة إنك تخبي حاجة هي دي اللي بتقلب الملف من عادي لمشكلة. النقطة السادسة ودي بقت بتحصل بشكل كبير قوي في الفترة الأخيرة اللي هي النيبرهود تشيكس. يعني إيه الكلام ده وليه ممكن يخلي الناس تقلق؟ في أخبار ومذكرات اتكلمت عن رجوع فكرة زي اللي هي الزيارات والتحريات لبعض ملفات التجنيس في حالات معينة، بس خليني أطمنك ده مش شرط إن هو يحصل لكل الناس، ده غالبا بيكون على حسب تقدير الحالة أو على حسب السلطة التقديرية بتاعة الأوفيسر نفسه اللي ماسك الملف بتاعك. بس الفكرة نفسها بتديك رسالة واحدة، ما تعتمدش على نقطة إن الملف بتاعك محدش هيبص عليه غير وقت المقابلة وخلاص. طب لو حصل مثلا وفي نص الطريق طلبوا منك حاجات زيادة أو خطابة اللي هو الأدلة الإضافية request for more evidence أو ال RFE، التصرف الصح هنا إنك ما تبعتش أي مستندات زيادة من نفسك بشكل عشوائي، ولازم ترد على request for more evidence ده أو ال RFE ده في الميعاد بتاعه، ما تخليش الميعاد يعدي من غير ما ترد عليه. ولازم كمان تخلي كل حاجة متسقة مع الكلام اللي أنت قدمته في الابلكيشن اللي هو ال N400. التطور الأحدث طبعا في 2026 هي القرارات اللي أثرت على معاملات بعض الجنسيات. لازم أقول هنا على نقطة حساسة قوي بشكل هادي، في أوائل ديسمبر 2025 بقى في أخبار عن إيقاف أو تعليق المعالجة بتاعة بعض ملفات الهجرة والجنسية للناس اللي هم مقدمين من دول محددة، والدول دي حوالي 19 دولة بدعوى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي. وده أدى لتقرير عن إلغاء مقابلات ومراسم اللي هو قسم حلف اليمين لبعض الناس. المهم هنا إنك تفهم إن الجنسية الأمريكية ما توقفتش لكل الناس، ده معناه إن في ناس كتير قوي ملفاتها اتأثرت بسبب بلد الجنسية نفسها وبسبب تقارير وقتية وسياسات حالية. فلو أنت من الدول دي أو عندك جنسية من الدول دي، أول حاجة توقع إن في تأخير أو إعادة أو مراجعة أعمق في الملف بتاعك. تاني حاجة لازم تتابع كل التحديثات الرسمية بشكل مستمر، ولازم تخلي ملفك محكم من الأول قبل التقديم أصلا، لأن أي تدقيق إضافي هيكبر أثره. طيب السؤال الأهم واللي بيجيلي كل يوم تقريبا اللي هو أقدم على الجنسية في 2026 ولا استنى؟ السؤال ده بيتكرر أكتر سؤال في الفترة الأخيرة، وإجابته مش واحدة للكل. بدل ما حد يقول لك قدم أو استنى، أنا هحاول أديك مقياس واضح إنك تمشي عليه. قدم في 2026 لو تواجدك الفعلي محقق الرقم المطلوب ومش على الحف، لو سفرك محسوب ومفيش غيابات طويلة بره أمريكا، لو ضرايبك مظبوطة أو عندك خطة دفع رسمية وموثقة، أو لو مفيش تضارب بين الكلام اللي أنت قايله في الابليكيشن بتاع الجنسية ال N400 وأي ملفات قديمة، وكمان لو بدأت التحضير الاختبار الجديد بتاع الجنسية الأمريكية. وممكن تستنى شوية لو أنت قريب يعني من شرط التواجد أو الإقامة وعاوز تأمن نفسك شهرين ثلاثة مثلا، أو لو عندك موضوع قانوني محتاج تقييم قبل التقديم، أو لسه مش جاهز للاختبار الجديد بتاع الجنسية الأمريكية ومحتاج وقت أطول للمذاكرة. الهدف مش إنك تقدم بسرعة، الهدف إنك تقدم بقوة وإن الملف بتاعك يتقبل. خليني دلوقتي سريعا أقول لك أكبر 7 أخطاء بتخلي الجنسية الأمريكية بتاعتك تبان صعبة. أول حاجة تقديم بدري وأنت على الحافة في التواجد أو في الإقامة المستمرة هنا في أمريكا. تاني نقطة الاستهانة بالسفر وتفتكر إن رجوعك يومين كل فترة ده هينقذك. تالت نقطة الضرايب بتاعتك اللي هي الغير مستقرة أو أي إقرار ناقص أو في عدم التزام. رابع نقطة نسيان أو إهمال تفاصيل قديمة في أي ملف هجرة سابق. خامس نقطة تحضير ضعيف للاختبار بتاع الجنسية الأمريكية اعتمادا على الطريقة القديمة. وسادس
نقطة إجابات سريعة في المقابلة من غير ما تكون متأكد من الإجابة اللي أنت بتقولها. وآخر نقطة القلق الزايد اللي هو الغير مبرر اللي يخليك تتصرف بعشوائية وتبعت مستندات كتير بدون ما يطلب منك. لو تجنبت السبع نقط دول 80% من الصعوبة هتختفي. دلوقتي في النهاية خلينا نعمل خطة عملية ونسميها مثلا ملف الجنسية 2026 خطوة بخطوة. هقول لك خطة دلوقتي تقدر تمشي عليها كأنها تشيك ليست، اكتب ورايا لو عايز. الخطوة الأولى مراجعة أهلية سريعة. أنت داخل معاك الجرين كارد 5 سنوات ولا 3 سنوات؟ لو أنت متزوج من مواطن أو مواطنة أمريكية يبقى تقدم على الجنسية بعد 3 سنوات. هل تواجدك الفعلي محقق؟ هل عندك غياب أكتر من 6 شهور؟ هل النمط بتاع السفر بتاعك مقلق؟ الخطوة الثانية ترتيب الضرائب. آخر 5 سنين مثلا الضرائب بتاعتك موجودة متسقة مدفوعة؟ لو في متأخرات عليك هل أنت عامل اتفاق مع الاي ار اس للدفع؟ هل عندك الإثباتات اللي بتقول الكلام ده؟ الخطوة الثالثة ملف المستندات نفسه، نسخ من الجرين كارد بتاعك وش وظهر، من جوازات السفر بتاعك، من سجلات السفر، أي وثائق قانونية لو في حادثة مثلا أو مخالفة، شهادات الزواج والطلاق والأولاد، كل الكلام ده. الخطوة الرابعة التجهيز للمقابلة. لازم تتدرب على الإجابات والأسئلة بتاعة الابلكيشن ال N400 نفسه اللي هي المعلومات الشخصية اللي أنت حاططها بصوت عالي. لازم طبعا تتدرب على القراءة والكتابة بالإنجليزي، ولازم كمان تتدرب على الاختبار الجديد بتاع السيفيك تيست. الخطوة الخامسة التقديم والمتابعة. لازم تقدم بطريقة مترتبة، لازم تتابع المراسلات دي كلها وترد على أي طلبات تجيلك بسرعة وبمنطق. وفي يوم المقابلة نفسه خلي إجاباتك واضحة، لو مش فاهم أي سؤال اطلب إعادة السؤال تاني، وما تحاولش إن أنت تجمل الحقيقة بس وضحها. الخلاصة اللي أنا عايزك تطلع بيها من الفيديو ده إنه هل يصعب الحصول على الجنسية الأمريكية في 2026؟ الإجابة الواقعية هي مش أصعب لأن القانون اتغير، هي أصعب على اللي مش جاهز. في 2026 بالذات الاستعداد للاختبار الجديد بتاع الجنسية الأمريكية وترتيب الضرائب بتاعك والسفر وتناسق المعلومات، كل ده هما اللي هيحددوا حصولك على الجنسية الأمريكية ولا لا. في النهاية أنا آسف جدا للإطالة، بس أنا عندي هنا فيديوهات كتير عن كل حاجة تقريبا تخص السفر والهجرة والمعيشة في أمريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبة لك في الفترة اللي جاية. شكرا جدا جدا لمتابعتك، أتمنى لك كل التوفيق.